السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي قبل اي حاجة. فول مدشوش معروفة، فول مقلي يا بصورة. طبعا عملنا الفول المقلي كتير، قلنا بقى نقلبها بصورة. يلا بينا. قبل ما نبدأ تنسوش تصلوا على النبي. جبنا حوالي نص كيلو فول مدشوش، وجبنا شبت وكزبرة. جبنا حزمة شبت وحزمة كزبرة، وجبنا على جنب بصلاية متقطعة، وحوالي راس توم كده. هي راسته. هي راس توم مش حوالي. ايوه، ما انا اللي عامله. حطيناهم وحطينا شوية مية كويسين. وغسلنا حطيناهم. الفول. ما اكيد غسلناه يا ماما. ماشي. اكيد. مش هنبقى للدرجات دي. حطيناه على النار لحد ما بقى بالمنظر ده. بقت بصارة. بقت بسرعة. بالظبط كده. هناخدها بقى بس تبرد سيبك انت، ايه رأيك؟ والله انا عن نفسي دخلت في رغيفين ونص. طب عشان انتوا بوظتوا لي الدايت بتاعي. انا دخلت عادش فيها في كده رغيفين خلاص. ونص. بعد بقى ما بردت شويه عشان الخلاط ما يبوظش، مش كل ما هنصلحه هيبوظ. بدأنا بقى ان احنا نحطها في الخلاط ونضربها. طبعا احنا ما حطيناش ملح. ليه هنحطه دلوقتي؟ لان البصاره لما بنحط عليها ملح وهي على النار بنقعد نقلب ونحط بتبننا ان هي دلع، نيجي في الاخر بقى ندوقها بنلاقيها مش. فاحنا نتجنب كل ده، نجتنب كل ده، ونحطها في الخلاط كده. بقى هنطحنها نضربها في الخلاط، وحطينا عليها الملح كده. عملنا الشفشق الاول، جينا بقى للتاني حطينا معلقه كمون. ده كانت اخر كميه، ده عملنا الكميه كلها، ده اخر حاجه. حطينا حبه كمون. بسال ماما الكمون ليه؟ قالت لي بصرا يعني كمون. قمت انا قايله لها مصر يعني كبداكي. معروف اصلا. هنا بقى بعد ما عملنا الكميه كلها وحطيناها على النار، على بال بقى هنا ما تغلي وكده، نكون احنا بنعمل على جنب ايه؟ التقليه. حطينا شويه زيت وقطعنا بصل بالطريقه دي. في ناس بيتقطع حلقات عادي، بس احنا يعني الطريقه الشهيره عندنا بالطريقه دي. حطينا بقى البصل على الزيت وبدأنا نحمر. دي التقليه من فوق لحد ما تتحمر بالشكل ده. هنشيلها. طب والزيت اللي احنا بنصفيه ده هنعمل ايه فيه؟ هنعمل اللي هي الطشه بتاعت البصاره، اللي هو الثوم. يبقى هنا حطيت بقى اهي الثوم. بعد بقى ما حطيت الثوم هتقعد بقى تقلبه لحد برضو ما تقليه كده يتحمر، تقوم نازله بيه على البصاره اهي كده. بدأت بقى تفككه عشان هو مجمد. بدأت بقى تفككه كده على النار. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تابعوني على الفيسبوك وصلوا على النبي. حطيت بقى شويه كزبره، اي نعم اتدلدق منها شويه بس يلا، بوشكاش بيضحي. حطيت بقى الطماطم وهي خلاص بدأت تتحمر، نزلت بشويه كزبره تحمروا مع بعض. شايفين التقليبه يا جماعه؟ شيف براك. كده بقى بتقعد هي بقى تقلب فيها هي بالمنظر ده. بعد بقى ما حمرتها كلها كده هيتعمل ايه؟ هتنزل تطشها على البصارة اهي كده. تطشها عليها بقى، تديها تقليبه كده وبعدين تطفي اهي كده. لازم طبعا تاخد كل التوم اللي في الطاس، امال ايه؟ تقلبها بقى كده وبعدين تطفي عليها. حاجه في كميه العظمه يا جماعه والله. يعني بقى بدأت تحطها في البول. النص كيلو فول عمل معانا 5 اطباق، يعني ما شاء الله. اهو. انا بقى بعد ما بردوا شويه علشان التقليه ما تسقطش لتحت، بدأت ماما بقى تحط التقليه فوق الاطباق يعني كده. في طبقه واحد سيبناه ليه؟ لان اختي ما بتحبش البصاره بالتقليه. اختي القمر ما بتحبش البصاره بالتقليه، ما بتحبش الكشري بالتقليه، مع ان التقليه دي بتحلي، بس ما بتحبش الحاجه بالتقليه. هنا بدات بقى كده تفردهم، مع ان انا والله يا جماعه بقعد انقي التقليه من على وش الطبق كده بقى بتفردهم. بصوا الجمال ما شاء الله.
بس يا جماعه كده الفيديو خلص، متنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.